السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي، اليوم حابة نشارككم بواحد الأكلة تقليدية 100% بدون لحوم وتجي بزاف بنينة، طبق ولا ألذ. تبعوا معايا كيفاش درتوه وإن شاء الله تنال إعجابكم هذه الوصفة. وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجمع الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. نقولكم مباشرة نروحوا لطريقة التقديم، وما ننسوش الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. يلا شوفوا هنا الفول بعد ما قطعته هكذا راني نغسل فيه مع الجزر والبصل. يعني طريقة سهلة جدا، راح نديرهم يفوروا هكذا مع البصل تاني هكذا. راح نقطع البصل هنا هكذا قطع صغيرة، نفورهم كامل خاطش رايحين يطيبوا من بعد في المرقة. يعني ندير أكلة تقليدية وأصيلة عريقة من جد الجد، موروثة من جد لجد. والله طبق رائع، أكلة لذيذة يحبوها كامل. واحنا رانا في موسم تاع الفول رائع هكذا. نروحو نديروهم يفوروا هكذا، نديرهم يفوروا، نغطيه بالساشي هكذا هكذا، نغطيها ونخليهم يفوروا. نروحو نفتلو طعام. بسم الله. هنا الماء، ندير شويه تاع الملح، نحرك هاك شويه الشيشه، راح نطلع به نفتل طعام هكذا. قاع تعرفوا كيفاش يفتلوا طعام ولا راه يتباع هكذا. منا دقيق سواء رطب ولا خشين، المهم دقيقه اتوجديه هكذا. كي نفتل نفورو التفويره الاولى، ومن بعد نعاود له بالماء وشويه تاع الزيت، نعاود نفورو التفويره الثانيه، بعد نكملو هكذا. نوري لكم برك شويه طريقه للمبتدئات للصغارات هكذا. بالك كاش نهار ندير لكم فيديو على تعليم فتل الطعام في الدار احسن من اللي يتباع. جديد هذا خير من الماشينه، تعليد خير هكذا. هذا بلا خشين هكذا بالصياغ الاول هكذا، نفوتو كامل. وإلا سميد نتاعكم رطب يعني ما تقدروش تفتلوه، تقدروا تفوروا شويه برك ومن بعد تفتلوا به، تسهل لكم بالخف تكملوه هكذا. راح نحيه، مانيش راح نعاود له في الثانيه، راح نحيه. لازم يكون خشين شويه تاع الفول، لازم يكون خشين شويه هكذا. بالثاني اللي يحب يديروا رقيق يعاودوا في هذا، من بعد ينحوا في الثالث، الصياغ الثالث هكذا بهذه الطريقه. نحلو كاع السميد هذاك المتبقي، والحبيبات الصغار رايحين يحبطوا لتحت، يقعد غير الكسكسي اللي راني حباته نوجد به هذا الطبق. طعام بالفول بالمرقه الحمراء لذيذه جدا. سيو هذا الطبق، سيو هذه الاكله، ان شاء الله تنال اعجابكم. والى عجبتكم ما تبخلوش عليا بجام والتعليقات تاعكم والاشتراكات في القناه هكذا. دوك نروح نحى، شوفوا كيفاش ندير هكذا بهذه الطريقه. نعاود نح هذا الخشين شويه، شوف هكذا. نح هذا رقيق ونحط هذا لهنا ونعاود نطيب بيان سور بالماء ودقيق
هذه هي. اما طريقه باش نعودوا له بالماء، شويه زيت نباتي ولا زيت الزيتون والملح، اللي يحب يضيف ملعقه ولا قرصه صغيره تاع سكر البنه يضيفها، ومن بعد كي ينشف يعاود له المره الزوجه يفوروا، خلاص يكون واجد الطعام، يدهنوه وصايل هكا. شوفوا بعد ما طابوا راح نحيهم هنا. مانيش راح العجوزه ربي يرحمها كانت تديرهم لتحت بارك للماء هذاك وين طابوا، بصح الماء دوك انا ما نحبش ندير. شوفوا كيفاش كحالوا، شوفوا راني وجدت هنا الماء الاخرين نسكب هكذا نخليه دوك ندير له لي زيبيس مع الملح والطماطم بيان سور، راح نديرهم كيما تقول العجوزه ربي يرحمها باش يتقاد. دوك تشوفوا واش راح ندير. شوفوا راح ندير الملح مع الماء ما بارد، وتاني فلفل احمر حلو، وتاني الحار، وثاني هنا فلفل مشكله فيه توابل يعني اللي تحبوا نتوما تنكهوا به، طماطم مصبره، طبعا زيت الزيتون ولا زيت نباتي كيف انا ندير زيت الزيتون هكذا، وملعقه كبيره تاع سميد او فرينه هكذا. شوفوا راح نحرك باش نضيفها للمرقه تاعنا هكذا. شوفوا راح نفرع هكذا ونحرك، بعدين نخليها باش تتقل هذا المرقه وبنينه. سورتو الى طابت شويه تاع اللحم، الى عندكم لاصوص تاع اللحم تضيفوه ولا هكذا، والله صدقوني يجي طبق رائع لذيذ جدا. مليح نغطيه ونروحوا نعاودوا الطعام، نفوروا الطعام تاعنا المره الثانيه. شوفوا الطعام تاعنا الله يبارك شحال خرج لي. عاودت له المره الثانيه كما قلت لكم بالماء والملح وشويه تاع زيت نباتي. هاني راح نعاود له التفويره الثانيه وبعد خلاص ندهنوه، والمرقه تكون خاطرت لي وطابت مليح. نحيه تشوفوه في صحن التقديم كيفاش جا الطبق هكذا. نروحو نفوروه المره الثانيه. شوفوا المرقه هذه كيفاش جات خثره وبلاصوص، عندها لاصوص وهي خثره. نروحو نمرقو الكسكسي تاعنا هكذا. نقولكم لحقت لنهايه الفيديو، نتمنى تعجبكم الوصفه، وإذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجمع الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. بقيكم على خير، الى الملتقى ان شاء الله، وشكرا.